إلى الناس فما قاتلهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لماذا لا لشيء إلا لما كانوا عليه من جاهلية ومن شر ومن كفر ومن طغيان ومن فساد كبير وعريض في الأرض. في هذا الظرف بالذات، في هذا الحين بالذات، في هذا التوقيت، وفي ظل هذا الضلال وفي ظل هذه الجاهلية الجهلاء، انبزغ وظهر وبدأ يلوح في الأفق تباشير الصباح، تباشير ماذا؟ النور، حيث ينبعث النور المحمدي من الأفق. وها هي أولى البشريات لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو البشريات التي تومئ وتنبئ وتبين قرب ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول مازال ما زالش، الرسول مازال ما كاش. هذه الحالة التي كانت عليها العرب في جاهليتهم وكانت عليها قريش خاصة، يعني الظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. في ظل هذا الواقع المظلم الحالك الظلام، بدأت بعض النواميس وبعض الأمارات وبعض الإشارات وبعض المؤشرات وبعض البشارات على أن نبي آخر الزمان سيخرج، وأن النور بإذن الله عز وجل سيظهر وسيأتي بإذن الله عز وجل. أولى البشريات أيها الأحباب الكرام نبدأها بدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام. صلوا على رسول الله. إبراهيم عليه السلام وهو يرفع مقام أو يرفع البيت بمعية ولده، دعوا الله عز وجل هذا الدعاء. إبراهيم عليه السلام وولده الذبيح إسماعيل عليه السلام، أخبر الباري عز وجل أنهما سألاه أو دعاه هذا الدعاء. أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام وأن إسماعيل عليه السلام دعوا الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء، حيث قالوا: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا دعاء لهم ولذاتهم. اسمع، ربنا يدعون الآن لمن؟ لأهل مكة، يدعون للقوم، يدعون للعشيرة، يدعون للقبيلة، يدعون للأمة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سلم نفسه. هذه أولى البشريات. هذا الدعاء يبين ويوضح ويعني ينبئ بماذا؟ بأن آخر الزمان، بأنه سيبعث نبي بعد إبراهيم عليه السلام وبعد إسماعيل عليه السلام وبعد هذه الظلمات. ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر ماذا قال؟ قال عن نفسه: قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى عليه السلام. قال: أنا باش جيت، أنا باش بعثت، أنا باش أرسلت، أنا باش ختمت بي الرسالة أو ختم بي الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ذلك أن إبراهيم عليه السلام أبي دعا الله تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم، فاستجاب الله عز وجل لدعائه أو لدعوة إبراهيم عليه السلام، حيث جاء أو خرج أو بعث أو أرسل نبي آخر الزمان. إذن هذه أولى المعطيات وأولى المؤشرات وأولى البشارات على مبعث سيد السادات عليه الصلاة والسلام. الأمارة الأخرى أيها الأحباب الكرام أخذ الميثاق للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان ذلك؟ حيث أن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل على أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يعني الذي أخذ الميثاق، الذي أخذ العهد على الأنبياء والمرسلين أن يؤمنوا وأن يصدقوا وأن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم
الله. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرون. قال أقررتم؟ قال فاشهدوا. قال أنا معكم من الشاهدين. هذه أيضا بشارة ومؤشر وأمارة وعلامات على مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أمارات مبعثه ومن مؤشرات خروجه صلى الله عليه وسلم بشارات الكتب السابقة به، الكتب الإلهية التي أنزلها الله عز وجل على الأمم يعني السالفة والغابرة، جاءت توضح وجاءت تبين، جاءت مبشرة بماذا؟ بمقدم وبمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وجدت في التوراة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمرو بن العاص الله يرضى عنه وسيدنا عمرو بن العاص قرأ في التوراة وبحث في التوراة ونظر في التوراة لأنه كان قارئا وكان متعلما كيف له وهو ابن داهية العرب سيدنا عمرو الله يرضى عنه. سيدنا عبد الله بن عمر قال، عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بحثت أو نظرت أو قرأت في التوراة مش أقرأ. جعل يبحث عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يقرأوا القرآن. لما بحث ماذا وجد؟ في نص التوراة ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا وداعيا للفطرة عنها. هذا يتكلم عن التوراة. وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء ويفتح عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله. لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقول للأمة أو للقوم: قولوا لا إله إلا الله، اتركوا ما كنتم عليه من الشرك ومن الوثنية عبادة هبل واللات والعزى وغيرها من الأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. هذا نص مكتوب في التوراة بينه البخاري ومسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين سميتك المتوكل لست بي سخاب ولا غليظ ولا فظ لا يقابل السيئة. وهذه فعلا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صفته الحلم، صفته العفو، صفته هو الصفح، الصفحة الجميل. قال: ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء. فعلا أقيم الدين على عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: بأن يقولوا ماذا؟ لا إله إلا الله. أسأل الله أن نموت على هذه الكلمة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. الله يقبضنا عليها يا رب، يقبضنا عليها. أيضا أيها الأحباب الكرام، شهادات أهل الكتاب فيه صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل المدينة ممن سكنوا المدينة قالوا فيما بعد: وكانوا ممن أنعم الله عز وجل عليهم بالإسلام، يعني كانوا على الجاهلية ثم جاء الإسلام فأسلموا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إسلامهم ظاهرا وباطنا، لأن كان بعض المنافقين وبعض ممن سكنوا المدينة كان الإسلام تحت ظاهر، وهؤلاء الذين يعرفون به بمن؟ المنافقين كانوا ناس عايشين في الجاهلية وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمنوا به، لكن أمنوا به ظاهرا وباطنا ولا ظاهرا بس. كثير من المنافقين أكثر من 73 منافق كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتبكي حين يخطب النبي صلى الله عليه وسلم وحين يتلو القرآن، لكنهم منافقون. وقد أعطاهم الباري عز وجل قائمة بأسمائهم: يا رسول الله فلان منافق وفلان منافق وفلان، وهم يصلون مع رسول الله. احنا نتكلم على قوم، على رجال، على ثلة ميمونة، على واحد الشلة زينة آمنت برسول الله، عاشت الجاهلية، يعني عاشت عبادة الأوثان، لكن بعث النبي وهم ماذا؟ على وجه الأرض، يعني نزلوا حيين وآمنوا برسول الله حيا وميتا. اسمعوا ماذا قصوا علينا وماذا رووا لنا
وماذا أسمعون وأطلعون؟ صلوا على رسول الله. قلت قالوا إن كنا قبل الإسلام في جاهلية، وأننا كنا نسمع من رجال يهود، لأن يهود هم أهل كتاب يعرفون. قال كنا على شركنا ووثنيتنا وكانوا هم أهل كتاب، يعني عندهم معرفة وعندهم دين. صح. قال فإذا نلنا منهم ما يكرهون كنا كي ندرسوا معهم، كنا كي نضاروا معهم، لأنه اليهود ما كانوا عايشين. وهذا الناس الوثنيين أهل المدينة اللي كانوا يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام من دون الله عز وجل كانوا عايشين في المدينة. قال كنا إذا نلنا منهم ما يكرهون، أغلبناهم، هزمناهم، ربحناهم في المعارك، ماذا يقولون؟ قالوا لنا اليهود قبل ما تجي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ قالوا إنه تقارب زمان نبي يبعث فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. قال كنا كي نغلبوهم ونهزموهم ونربحوهم، يقولون نسمع راح جاي النبي آخر الزمان، راح قرب الوقت تاعه، يوشك أن يخرج نبي آخر الزمان فنقاتلكم معه، يعني نأمنوا به ونصدقوه ونتبعوه، وانتم يا أيها المشركون أيها الوثنيون نقاتلكم قتل عاد وإرم، يعني الأمم السابقة، نقاتلكم يعني ما نخلوش فيكم، يعني راح ماذا؟ نجعل فيكم مذبحة ومقتلة لا يعلم قدرها إلا الله. هذه اليهود يقولوا فيها، يعني وش يتوعدوا باللي إذا خرج نبي آخر الزمان أول الناس إيمانا بمن؟ اليهود ما يأمنوا به، وبعد وش يديروا؟ يتجمعوا مع الجيوش ويقاتلون ماذا؟ أهل المدينة، هؤلاء المشركون. اسمعوا، فلما بعث يقول أو رواة هذا الحديث قالوا لما بعث رسول الله، هذا لسان حال أهل المدينة، لما بعث رسول الله أحببناه حين دعانا إلى الله. شوف كيفاش مقدم، أحببناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به. عرفنا باللي هذا الشيء ما جابوش من، إنما هو مكتوب ومكتوب في كتبهم لأنهم أهل كتاب، يعني في التوراة. قال فبادرناهم إليه، يعني سبقنا احنا أمنا به قبلهم، وحبيناه قبلهم، وصدقناه قبلهم، وآويناه قبلهم. اسمع، قال فآمنا وكفروا به وفيهم نزل قول الله عز وجل. القرآن يثبت هذا الشيء، القصة كل لخص القرآن الكريم. ماذا قال الله عز وجل؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا من قبل. وفي آية أخرى وكانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل. وفي آية أخرى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. شوف ضحم القرآن. البارح كنت تقولوا باللي إذا خرج محمد صلى الله عليه وسلم، إذا خرج نبي آخر الزمان، نحن أولى الناس باتباعه، نحن أولى الناس بتصديقه، نحن أولى الناس بالإيمان به. اليوم خرج، ليش؟ لأنهم ماذا؟ ملأ قلوبهم الكبر. يعرفون، القرآن قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال احنا آمنا به وهما عاندوا واستكبروا وفضحهم الباري عز وجل. أيضا هتافات من أمارات وإشارات وعلامات مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم حيث يرتفع هذا الظلام ببزوغ هذا النور المحمدي، هتافات الجن بمبعثه صلى الله عليه وسلم. من أمارات وبشارات خروج نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قد كثرت الشهب في السماء ورجمت الشياطين. بدأت الشهب في السماء في سماء شبه الجزيرة العربية ورجمت الشياطين، الأمر الذي اندهش له الناس وفزع له الكهان والمنجمين آنذاك. يروي الإمام البخاري في صحيحه قال مر سواد بن قارب يوما على أمير المؤمنين عمر. شكون هذا سواد بن قارب؟ صلوا على رسول الله. سواد بن قارب هذا صحابي. في يوم من الأيام
يوجد فيه على سيدنا عمر. فقال له الناس جلساء عمر قالوا يا أمير المؤمنين أتعرف هذا؟ قال لا أعرف ما أعرفوش. قالوا يا أمير المؤمنين هذا سواد بن قارب الذي أتاه رئيه بظهور النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له هذا سواد بن قارب راح عنده قصة، راح عنده حكاية. وش حكاية سواد بن قارب؟ اسمعوا يا إخواني الكرام. فأرسل إليه سيدنا عمر بعد ما فات عليه زكاه سيدنا عمر. فلما جاء قال أنت سواد بن قارب؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أفأنت أو أأنت على ما كنت عليه من كهانتك؟ سيدنا عمر سمع باللي يقولوا له هذا كان شواف، هذا كان كاهن. قال له وش حكايتك مع الكهانة تاعك ومع الدجل تاعك مع الخيف ضرب الخيف تاعك؟ فغضب سيدنا سواد وقال يا أمير المؤمنين ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت. قال له اللي دخل في الإسلام واحد ما عايرش، واحد ما يقوليش هذا الهضر. واش رايك؟ سيدنا عمر عاير ولا ما عايرش؟ ها؟ عاير ولا ما عاير؟ قالوا أنت على ما كنت عليه من كهانتك أو كهانتك. ازعف. قالوا يا أمير المؤمنين من يدخل في الإسلام ولا واحد قال لي هذه الكلمة تقول هي أنت اليوم. اسمعوا يا إخواني الكرام ماذا كان مقصود عمر. فقال له عمر سبحان الله ما كنا عليه من الشرك أعظم ما كنت عليه من الكهانة. قالوا احنا كنا مشركين، انت الا كنت منجم كنت عراف، احنا كنا نخبز الصنم بالتمر كينجمعوا ناكلوا. يعني الشيء اللي كنا عليه احنا اخطر وابشع مما كنت عليه. قالوا خلاص الاسلام ومن علينا رب العالمين بهذه النعمه وبهذا الرحمه وبهذا النور خلاص. يعني سيدنا عمر يقصد ما كان عليه، مش الان الحمد لله رب المسلمين الان ما شاء الله الان صحبت رسول الله فاحسنت صحبته رضي الله عنه. ثم قال له سيدنا عمر رضي الله عنه فأخبرني برأيك. قال له خبرني بالمنام اللي شفته، خبرني بالشوفة اللي شفتها، خبرني بالرؤية اللي أتتك. سمعوا ماذا قال سواد بن قارب رضي الله عنه وأرضاه. أنا مالكش ما شفت أنت الآن. قلت لكم أيها الأحباب الكرام ونحن نعرج وندندن حول المؤشرات والبشارات على مبعث سيد السادات عليه الصلاة والسلام أن من ذلك هتافات الجن بهذه البشارة أو بمقدم وخروج نبينا صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما رواه البخاري من حديث سيدنا سواد بن قارب حينما أنبئ وعلم وأخبر عمر أن هذا الرجل رأى رؤيا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه وأحضره بين يديه وقال له يا سواد أخبرني برؤيك، أخبرني بمنامك، أخبرني بما رأيت في منامك وفي نومك بمبعث وبخروج وبظهور محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا سواد يا أمير المؤمنين بينما أنا ذات ليلة بين النائم والإقرام، يعني من يركز مني؟ قاعد. نعم. قال يا أمير المؤمنين إذ أتاني رئي فضربني برجله وقال قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل إن كنت تعقل. يعني جاء اللي كان يجيب له الأخبار، جاء الشيطان تاعه، جاء ماذا؟ الجني تاعه. نعم. ثم قال لي إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته. قالوا بعث من لؤي بن غالب يعني من بطون قريش وهو نسب النبي صلى الله عليه وسلم رسول آخر الزمان يدعو إلى الله عز وجل وإلى عبادته. ثم جاءني ليلتان بعد ليلة، يعني حاجة 3 أيام. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم سواد بن قارب رضي الله عنه وقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة. قالوا يا رسول الله هاوش كاين هاوش كاين هاوش كاين أنا هاوش شف. فنزل قول الله عز وجل من سورة الجن وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قبلا.
هذه الآية نزلت في قول سواد أو تصديقا لسيدنا سواد بن قارب أو لتصديقا لمنام ورؤيا سيدنا سواد الله يرضى عنه. أيضا من الأمارات التي تبين أو توضح وضوحا تاما بينا بقدوم وبخروج وبقرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم انطفاء نار المجوس. المجوس كما تعلمون كانوا عبادا للنار، كانوا يعبدون النار، وكانت عندهم بحيرة. هذه البحيرة تسمى بحيرة ساوى. بحيرة ساوى هذه البحيرة كانت مقدسة عند المجوس عباد النار، فانشقت الأرض تحتها فغارت البحيرة. لما انشقت الأرض البحيرة هذه راحت، فخاف كسرى وهو رئيس المجوس أو زعيم المجوس، خاف خوفا شديدا فنادى الكهان والمنجمين، استدعى جملة الكهان والمنجمين في أرض المجوس، وكان بعضهم له اتصال بالجن. ورب سبحانه عز وجل بين لنا أن الجن كانوا يسترقون السمع، وإنا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع لا يجد له شهابا رصد. هذا قرره القرآن وتكلم عنه القرآن. بعض المنجمين وبعض الكهان من المجوس كانت لهم ماذا؟ كان لهم أعوان وأتباع من الجن، فكانوا ينقلون بعض الأخبار إليهم، يعني إلى هؤلاء الكهان وإلى هؤلاء العرافين وإلى هؤلاء المنجمين حتى يفتنوهم. فسألوهم فقالوا: ما هذه الأحداث؟ انطفاء النار، غارت البحيرة، يعني أحداث أفزعت وأخافت ملك المجوس. فقالوا يعني الكهان والمنجمين نقلا عن الجن الذين كانوا يسترقون السمع، قالوا: بسبب ولادة نبي آخر الزمان، هذا ميلاده وهذا زمان خروج نبي آخر الزمان. ثم سألهم بعد ذلك عن الشرفات التي انهدمت أو هدت، لأنه من الأشياء التي حدثت ومن الأحداث التي وقعت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بعض الشرفات من مملكة كسرى انكسرت وانهدت. فقالوا عن هذا الحدث، قالوا: يبقى ملك فارس 14 أو يحكم فارس 14 ملكا، ثم يذهب ملك فارس. فقال كسرى: 14 ملك إنه لوقت أو لزمن طويل. فبعد موته تصارعوا على الملك، حيث حكم فارس في 10 سنوات 4 حكام. فدل ذلك على ماذا؟ على قرب زوال ملك فارس، قد زالت مملكة فارس. أيضا من الأمارات ومن العلامات التي بينت ووضحت بشكل بين خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من حادثة الفيل، حادثة الإفك. درسنا عليها الجمعة، بقيت على ألسنتنا. نسأل الله أن يطهرنا كما طهر الصديق رضي الله عنه. حادثة أصحاب الفيل تعرفونها، لقد تعرفون السورة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما قصة أصحاب الفيل؟ نختصر اختصارا أيها الأحباب الكرام من باب المعلومة، ذلك أن أبرهة الأشرم وكان عاملا لملك اليمن أو عاملا لملك الحبشة عن اليمن، كان والي عن اليمن. الحبشة كانت مملكة عظيمة، كانت إمبراطورية كبيرة. حاكم اليمن يسمى أبرهة الأشرم. هذا الرجل غزا مكة أو أراد غزو مكة. لماذا؟ السبب في ذلك أنه أراد التقرب إلى ملك الحبشة، أراد الزلفة، أراد أن يرفع ملك الحبشة من حبد الوزير. كان مين حب يطلع وزير، إذا لابد أن يقدم خدمة. كثير من الناس يخدموها باش يطلع على أشياء سيرفيس، لازم يبيكي صاحبه، لازم يشك هذا باش يطلعوه مفتش ولا يطلعوه عميل ولا يطلعوه صح ولا لا. هذا موجود على كل حال. هذا أبرهة الأشرم وهو يملك زمام اليمن أراد أن يتقرب إلى ملك الحبشة، لابد أن يقرب له قربانا، لابد أن يقدم له خدمة. وكانت بينهما نزغة،
وقعت في أرض صنعاء، فبنى بيتا لا مثيل له، بنى واحد البيت كبير في اليمن وسماه القليس. اش هو الاسم هذا؟ سماه القليس. علاش بنى هذا البيت؟ بنى البيت الكبير هذا، البيت العملاق، ثم جعل يدعو الناس الى الحج اليه بدلا من الكعبه. علاش؟ حتى يحول التجاره من مكه الى اليمن، وتزيد تعظم مملكه الحبشه. هذه خدمه كبيره يقدمها الملك الحبشه. فسمع به رجل من كنانه، رجل عنده غيره، عنده ألفة، سمع به لأنهم كانوا يعظمون الكعبة حتى وهم في جاهليتهم. لما سمع به خرج هذا الرجل الكناني أو الكناني فأتى القليس. شو القليس؟ البيت العظيم هذا. فدخل فيه وتغوط أكرمكم الله داخله ولطخ جدرانه بالعذرة، يعني حشاكم قضاء أمور ووسخ ذاك البيت بحشاكم بهذه النجاسة. لما علم الرجل أبرهة الأشرم وبلغه الخبر على أن رجل من كنانة يعني من قريش فعل هذه الفعلة، وأنه تغوط داخل القليس هذا البيت العظيم الذي بناه من أجل أن يصرف الناس عن الكعبة إلى بيته القليس، جهز جيشا قوامه 30,000 مقاتل ومعهم الفيلة. وكان كلما اعترضت طريقه قبيلة من القبائل العربية، لأنهم كانوا يدافعون عن الكعبة، يعلمون أن أمرها خارج من الكعبة من أجل هدمها ومن أجل تخريبها، تتصدى له هذه القبائل العربية، فكانت يعني يبوء هذا التصدي بالفشل وتهزم القبائل، لأن الجيش عرمهم، ولأن الذي يتقدم الجيش إنما هم فيلته وعلى رأسهم فيله المحمود، كان عنده فيل عظيم يسمى المحمود، حتى انتهى إلى مشارف الحرم. فبعث رجاله فساقوا إبل وماشية قريش، حتى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه 200 بعير. اداله شحال؟ يعني ثروة كبيرة. نعم. وكان عبد المطلب شيخ مكة ورئيس قريش، ولكن فاوضه عبد المطلب على أن يرد له ماذا؟ الإبل. بدأ يفاوض فيها، فقالت قريش: كيف تفاوضه على إبلك ولا تفاوضه على البيت؟ هذا الكعبة، الأموال تاعك للذهب، رحت تتفاوض معاه ورحت تتفاهم معاه وشربت حصتك، والكعبة مخليها. فقال قولته المشهورة التي صارت مضرب المثل: إن للكعبة رب. هذه مقالة قالها جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لما قالوا له: والكعبة؟ قال: إن للكعبة رب يحميها، أما إبلي فأنا حاميها وأنا أحميها. ولما أصبح أبرهة الأشرم هذا قريبا من الحرم، كان كلما وجه الفيل إلى مكة أبى أن يمشي، وإذا وجهه إلى غيرها مشى. سبحان الله العظيم. لما دنا واقترب من الكعبة، الفيل إذا وجهه وقبله ويمم شطره إلى الكعبة أبى المشي، أبى القدوم، أبى المضي. لكن إذا وجه إلى قبلة أخرى أو إلى جهة أخرى يمشي هذا الفيل. وما زال يحاول أبرهة الأشرم حتى أرسل الله عليه ماذا؟ جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أرسل الله عز وجل طيرا أبابيل من البحر يحمل كل طائر حجرا في منقاره وحجرين في رجليه. نعم. فلما كانت هذه الحجارة إذا أصابت رجلا فضخت رأسه، وأصيب أبرهة الأشرم بحجرة فنقل مجروحا مثخنا في جراحه حيث مات هناك في صنعاء في اليمن. وهنا نزل قول الله عز وجل، وفي هذه الحادثة نزل قول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل يا محمد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
وقعت حادثة في 50 يوما قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خلاص دنا واقترب وحان ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذه الحادثة أمه آمنة أم سيدنا رسول الله ترى رؤيا. اسمعوا ماذا رأت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأت أنه يخرج منها نور يملأ الأرض حتى يصل إلى بصرى بالشام، يعني شمال العراق. شافت باللي يخرج منها واحد النور عظيم، هذا النور أضاء إلى غاية قصور الشام، إلى غاية شمال العراق. ورأت في منامها أنها تقول، رأت في منامها وهي على الشرك، كانوا على الشرك وعلى الوثنية. سمعوا ماذا رأت في منامها. رأت أنها تقول: أعيذه بالله الواحد من كل شر حاسد. أعيذه بالله الواحد من كل شر حاسد. هكذا رأت وهكذا قالت، مع أنهم كانوا مشركين. رأت هذه الرؤيا يوم الاثنين 50 يوما قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأرجح. قول سيدنا حسان رضي الله عنه وأرضاه في رسول الله: وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبشارة آمنة لعبد المطلب وسبب تسميته بمحمد، وبشارة ثويبة لعمه أبو لهب، أحداث إن شاء الله عز وجل نعرفها في اللقاء القادم. أكتفي بهذا القدر من الحديث والكلام، مصليا ومسلما كثيرا وكثيرا وكثيرا على سيد الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإن كنت أسقط من الله وحده، وإن كنت أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى.